في صباح يوم 9 نوفمبر سنة 1989 الساعة كانت قرب الساعة 7 مساء، وفي قلب مدينة برلين حصلت لحظة محدش كان متوقعها. جنود واقفين متلخبطين، وناس بتصرخ وناس بتعيط وناس بتضحك وهي مش مصدقة. وفي ثواني الجدار اللي قسم الدولة وفرق عائلات وقتل أحلام وواقف بقاله 28 سنة بدأ ينهار، مش بالصواريخ ولا بالحرب، لكن بشواكيش وإيدين بطل. ألمانيا لحد دلوقتي دولة واحدة، عالم واحد، حكومة واحدة. لكن لو دخلت البلد وسألت الناس هتكتشف إن في ألمانيتين، مش على الخريطة لكن في العقول وفي الفلوس وفي طريقة الحياة. السؤال هنا، ليه بعد أكتر من 30 سنة على الوحدة ألمانيا لحد دلوقتي منقسمة؟ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ألمانيا اتدمرت بالكامل، والدول المنتصرة قررت تقسمها: الشرق تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، والغرب تحت سيطرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. سنة 1949 ظهرت دولتين رسميتين: ألمانيا الغربية الرأسمالية وألمانيا الشرقية الشيوعية. ومن هنا بدأت قصتين مختلفين لنفس الشعب. سنة 1961 ألمانيا الشرقية بنت جدار برلين طوله حوالي 155 كيلو متر. مش بس جدار حجري، ده كان جدار نفسي فصل عائلات وأصحاب حياة كاملة. وخلال 28 سنة أكتر من 140 ألف شخص قتلوا وهم بيحاولوا يعدوا الجدار من الشرق للغرب. بعد سقوط الجدار سنة 1989 والوحدة الرسمية سنة 1990 الدولة صرفت أكتر من 2 تريليون يورو علشان تلحق الشرق بالغرب. بس لحد النهاردة متوسط الدخل في الغرب أعلى بحوالي 15 ل 20%. البطالة في الشرق أعلى، الشركات العملاقة معظمها في الغرب، المدن الشرقية أفقر وأقل فرص. يعني الوحدة حصلت بس للتعويض ما كانش كافي. بعد الوحدة حصل نزوح كبير من الشرق للغرب، ملايين الشباب سابوا مدنهم ودوروا على شغل وحياة أحسن. والنتيجة كانت مدن شرقية فاضية، شيخوخة سكنية، إحساس دائم بالتهميش. وده خلق غضب مكتوم ظهر بعد كده في السياسة. 40 سنة شيوعية غيرت طريقة التفكير. الشرق متعود على دولة مسؤولة، اعتماد على الحكومة، أمان وظيفي. أما الغرب متعود على فردية، منافسة، سوق مفتوح. العقليتين اتصدموا في بعض، والوحدة ما مسحتش الفروق دي. لو دخلت مدن زي لابزيج، دارسيان، ومدن ثابورغ، هتحس بفرق واضح بين ميونخ وفرانكفورت، في المباني والاستثمارات وفي نمط الحياة. الجغرافيا هنا بتفضح التاريخ. الجيل الجديد أقل إحساسا بالانقسام، بس الفرق الاقتصادي موجود، النظرة النفسية لسه حاضرة. كلمة الشرق والغرب لسه بتتقال، يعني ألمانيا متوحدة سياسيا لكن الوحدة الحقيقية لسه محتاجة وقت. ألمانيا مثال حي إن التوحيد الدول أسهل بكتير من توحيد البشر. يعني الجدران مش دايما بتبقى من الطوب، هي دايما بتبقى جوه العقول. يا رب يكون عجبك الفيديو.